لقم فلاحين يا جدع. الترند حصل من كام يوم، واحدة ضربت حماتها. بالبلدي كده احنا هنشبهها بان شاب صغير ضرب راجل كبير. ايا يكن بقى الحق بيبقى مع مين، هو هنا اللي شال الليله الشاب الصغير لانه ضرب راجل كبير في السن. فواضح من البنت وهي بتضرب حماتها ده مغلوله، والبنات بقى الصغيرين في السن برضه دخلوا اتحمقوا لها قوي، ويشوف الغل اللي هي بتضرب بيه. البنت دي شافت كتير ايا يكن بقى ايه اللي حصل، بس انت ضربتي واحده كبيره في السن، فبالبلدي كده انت شلت الشيله خلاص، انت اللي هتحاسبي على المشاريع. بس كل الموضوع ده مش شغال. طبعا انا سمعت كلام الست مستفز اكتر اسمع علينا يعني، سيب البنت وسيب الست. ترجع تشوف مين اللي نشر الفيديو في الاساس بتاع الضرب، هتلاقي ابنها، ابن الست اللي اتضربت هو اللي نشر الفيديو على النت، وبعدها نشر فيديو تاني وهو مرمي في حضن امه وبيبوس رجليها. شغل لقم فلاحين يا جدع. الخص القصه دي في كام حاجه كده يعني. ضربني وبكى وسبقني واشتكى، وخلي بالك من النسب علشان النسب عمل زي اللبن، لو تعكر باظ. ولما ترجع تشوف القصه اللي حصلت دي، هي لوكش على بعضها كده مش صح يعني، فيها حاجه مش صح، مش تمام. والناس نست المعروف، مش يعيشوا مع بعض بالمعروف، لا يسيبوا بعض بالمعروف حتى، مش ربنا يهدي كل واحد.